حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. جدلية قوانين السلة الواحدة، قانون العفو العام وآثاره، والأمر الولائي للمحكمة الاتحادية، قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين، مدى إمكانية تطبيق القانون على أرض الواقع. هذه القوانين التي سببت جدلية داخل الشارع العراقي وخصوصا في محافظة كركوك، الذي أثار قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين الكثير من اللغط والمخاوف لدى العرب. كل هذه المحاور سوف أطرحها على ضيفي في الاستوديو، السيدة حسيبة عبد الله مسؤولة بورد المكونات للاتحاد الوطني الكردستاني. حياك الله سيدة حسيبة وأهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة. أيضا ينضم إلي في الاستوديو الدكتور معراج الحديدي القيادي في المكون العربي. حياك الله دكتور معراج وأهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية الدعوة. خليني أبدأ وياك دكتور معراج في جدلية قوانين السلة الواحدة، وبالتحديد خليني أبدأ وياك في قانون العفو العام. قانون العفو العام، صدر قانون العفو العام وبالتالي المحكمة الاتحادية أصدرت الأمر الولائي، ولكن رغم هذا المحاكم بدأت بتنفيذ هذا القانون، ومن ثم محكمة التمييز ردت على الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية. شلون شفت قانون العفو العام، وهل قانون العفو العام ينصف المظلومين أم هناك بعض الحيثيات ضد هذا القانون؟ تفضل. في البدء تحية لك ولضيفك الكريم ولجمهوركم الموقر. موضوع العفو العام وقانون العفو العام هو قانون يتعلق بعموم العراقيين، وإن كان هناك فيه خصوصية للمكون السني على اعتبار أنه واحدة من تخريجات قوانين السلة الواحدة هو قانون العفو العام، باعتباره من مطالبات المكون السني. قانون صدر من قبل مجلس النواب وتأخر، وإن يكن هذا التأخير لربما أن تأتي متأخر أفضل من أن لا تأتي. نعم. لكن أصبح واقع حال وتم تشريعه من قبل مجلس النواب، وإن يكن هناك اعتراض عليه من قبل بعض النواب وذهبوا وطعنوا به أمام المحكمة الاتحادية وصدر الأمر الولائي. لكن مجلس القضاء، وإن يكن هناك خلافات في موضوع تفسير النصوص وغيرها، لكن مجلس القضاء أثار الأمر وجعل القانون واقع حال، وبدأ الأمر بسريانه وانتهى إلى حيز التنفيذ. مسألة العفو العام كما تعلم هي مسألة يعني فيها ظلم لكثير من الناس الذين هم في غيابة السجون على اعتبارات كثيرة. لا ننكر أن قد يستفيد من هذا القانون مجرمين وقد يجمل، لكن لو نأتي على تعريف، يعني تعريف قانون العفو العام هو تنازل الدولة عن حقها في العقاب، بالتالي من يستفيد من هذا القانون يسري وتسري عليه أحكامه. والدعاوى الشخصية اللي أنا ما متنازل عنها ما تمشي. الدعاوى الشخصية الذي فيها حق شخصي لا يمكن أن يسري عليها قانون العفو العام إلا بتنازل صاحب الحق الشخصي، بمعنى أن يكون موقوف للتنازل. إذا كان هناك تنازل بين الطرفين يسري. أما القوانين أو المشمول بجنايات فيها الدولة حق عام فهذا هو تنازل الدولة عن حقها في العقاب. ما يهمنا في موضوع بالمجمل العفو العام، عفوا دكتور، هل هو أنت مع حتى لو أكو بعض المؤاخذات عليه من ضمن بعض الفقرات بعض المجرمين سواء قضايا المخدرات، بالمجمل مع أم ضد؟ أنت مع بالمجمل مع القانون الاعتبارات. نعم. أهم اعتبارات. هناك الكثير من الذين موجودين في السجون تعرضوا لوشاية المخبر السري، تعرضوا تحت التعذيب للاعترافات تحت التعذيب. هذه كلها انعكست على أحكام، قد يكون هو غير مرتكب الجريمة لكن بوشاية مخبر سري تحت تأثير التعذيب اعترف بأمور هو لم يرتكبها. بالتالي ممكن، وإن كان هناك إعادة محاكمة، يعني لما نقول أنه مشمول على مادة 4 إرهاب لا يعني أنه يخرج وهو مرتكب جرائم، لا، نحن نتكلم عن الثلة المظلومة الذي أخذت بالإكراه أو بوشاية المخبر السري. هؤلاء الأفراد ظلموا في السجون وبأسباب
لربما تحت الإكراه وغير إرادية تورطوا في هذا الموضوع، يتم إعادة محاكمتهم أمام المحكمة، لا يعني أن يطلعوا مباشرة. نعم. تتم إعادتهم بمحاكمة من جديد، ومن ثم من ثبت براءته وعدم ارتكابه للجرم الذي كان متهم به يطلع براءة وفقا نعم. أو توافر أدلة جديدة وفقا لقانون العفو العام. إذا تسمح لي نعم. يعني من هذا المنبر أقول نطالب الحكومة العراقية وكذلك حكومة الإقليم في كردستان العراق على شمول الذين ارتكبوا جنايات أو جرم أو مشمولين بقانون العفو العام وهم موقوفين في عند حكومة الإقليم بشمولهم، على اعتبار أن الجرائم التي ارتكبت هي خارج الإقليم. بالتالي نناشد أن يكون أو أن ينشملوا بقانون العفو العام من هو محكوم في حكومة الإقليم، لكن الجرم الذي ارتكبه خارج الإقليم. والكثير يعني لدينا الكثير من المحكومين في سجون الإقليم، لذلك نطالب من هذا المنبر نعم. على أن ينشملوا بهذا العفو، وإن كان هو كما قلنا هو تنازل الدولة عن حقها في العقاب، فبالتالي من باب أولى أن يتم الإفراج عنهم. نعم. خلينا ننتقل يا ست حسيبة، جدلية السلة الواحدة، قانون العفو العام يخص السنة، وقانون الأحوال الشخصية يخص الشيعة حسب التقسيم، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين يخص الكرد وتحديدا في محافظة كركوك. هناك تخوف لدى العرب كون أن قانون إعادة العقارات يخص بالدرجة الأساس والأولى الكرد وبالدرجة الثانية التركمان وبنسبة قليلة أو تكاد تكون معدومة للعرب. هناك تخوف لدى الجانب العربي فيما يخص قانون إعادة العقارات إلى أصحابها الشرعيين. نعم. السلام عليكم. بداية بالنسبة للسلة الواحدة أو يتضمن عدة قرارات، منها قانون إعادة العقارات إلى أصحابه الشرعيين. نحن نرى هذا القانون قانون جيد ومناسب ومنصف، وأتى في وقت مناسب، أو نستطيع أن نقول الوقت متأخر لكن أفضل من أن لا تأتي هذا القانون. نعم. لماذا؟ نحن في مدينة كركوك في زمن الحكومات المتعاقبة، وتحديدا في زمن الطاغية النظام البعثي، كان هناك ظلم بحق المكون الكردي في مدينة كركوك بدرجة أولى، وبعدها المكون التركماني، وحتى العرب الأصليين في مدينة كركوك أحيانا يقع عليهم ظلم. في مدينة كركوك تم الاستيلاء أو إطفاء على الأراضي الزراعية الموجودة لدى الكرد، يعني بمستمسكات وبطابو أسود من آبائهم ومن أجدادهم يمتلكون هذه الأراضي، تم سلبه وتم بقرار الإطفاء وأخذه أو استخراجه من يد الكرد وتمليكه إلى عدة وزارات، يعني بحجة تمليكه إلى عدة وزارات. ومن بعدها أيضا قام الحكومة البائدة بتوزيعها على المكون العربي. نحن لا نقصد هنا المكون العربي، بل نقصد الوافدين من وسط ومن جنوب العراق أتوا بسياسة تعريب واللي دعما لسياسة تغيير ديموغرافية كركوك، لتغيير جغرافية كركوك. الكل يعرفون ما هي جغرافية كركوك. كركوك مدينة سلام، مدينة تعايش، مدينة تآخي، لكن الأغلبية في مدينة كركوك هم من الكرد. هذا ليس كلامي، بل هذه أدلة وإثباتات تثبت هذا. ولكن النظام كان دائما يحاول تغيير هذه الواقع وتغيير هذه الحقيقة، ويقوم بترحيل المكون الكردي، بترحيل الأكراد إلى المدن سواء كانت في الشمال أو في الجنوب أو في وسط. نحن لدينا كثير من الأقرباء رحلوا إلى البصرة أو إلى الرمادي أو إلى بقية المناطق أو إلى مناطق أقليم كردستان، بغرض أن هذه النسبة الثابتة لسكان مدينة كركوك يغيرها إلى واقع آخر. هذه القانون أو هذا القانون، قانون إعادة العقارات، يعني فقط يرجع الحق إلى أصحاب الشرعيين. ليس هناك تخوف ولا أكو هناك انتقام. نعم نعم نعم. إعادة العقارات إلى أصحاب الشرعيين يعني نحن نرى مفيد للطرفين، الكرد الأصليين أصحاب الأراضي الشرعيين يأخذ حقه، وأيضا للوافدين أيضا عندما يؤخذ من الوافدين الأراضي التي استملكت غصبا
يعني مو كحق. نعم. أيضا يعوضون بمبالغ مالية، وهذا قانون. يعني نحن نعلم كلنا الدستور العراقي لم يكتبه الكرد فقط، بل كان الكرد مشاركا في كتابة الدستور. يعني كل القوى والأطراف السياسية والجهات السياسية كانوا لهم دور بارز في كتابة الدستور العراقي. واليوم تقريبا مضى على كتابة الدستور، أو مضى على وجود الدستور العراقي ما يقارب 20 عاما. هذه ليست بالقليلة. يعني أحد هذه النقاط. نعم. 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 خليني اشوف راي نعم. الدكتور وارجع ليش في هاي الحيثيه. نعم. دكتور معراج، ايضا قانون اعاده العقارات الى اصحابها الشرعيين في كركوك هو اعاده الحق الى اصحابه، وبالتالي ليش اكو تخوف؟ ما انت بالمقابل هاي الاراضي راح ترجع للناس اصحابها الشرعيين، وايضا الوافدين اللي عندهم عقود واللي عندهم سوف يعوضون، وبالتالي الامور ترجع الى نصابها. لماذا هذا التخوف؟ جيد، سؤال مهم جدا. يعني احنا يعني سابقا تكلمنا بهذا الموضوع، ومن هذا المنبر قلنا انه هذا القانون يعني حريصين على ان انه لم يتم تشريعه على اعتبارات. لست هنا يعني في معرض الدفاع عن مكون ضد اخر. يعني كما تكلمت ست حسيبه، نحن ابناء كركوك، وبالتالي ننظر الى المواطن الكركوكلي كونه مواطنا كركوكليا بغض النظر عن انتماء. نعم، من حقي ان انتمي كوني عربي، هذا لانه وجدت بالفطره عربيا ولم اخرج بالانتخاب او بالاختيار. بالتالي نعم. من حقي ان ادافع عن ابناء جلدتي، ومن حق الست حسيبه ايضا تدافع. لكننا لما تكلمنا بان هذا القانون يهدد السلم المجتمعي، الفلسفه سيد العزيز، الفلسفة القائمة على تشريع هذا القانون في آنذاك في 87 وغيرها، النظام كان قائم على مفهوم الاشتراكية. مفهوم الاشتراكية أن تساوي الجميع بمساواة واحدة، أن يشترك الجميع من المصطلح مفهوم الاشتراكية. فبالتالي كانت الفلسفة هو إلغاء الإقطاعية، وتم تشريع القانون. تمام. وأصبح لدينا يعني بالمناسبة الكثير من الأراضي العربية اليوم، وبالأمس كان لدي لقاء شخصيا مع بعض الأشخاص العرب المتضررين من القانون آنذاك، واستفاد من هذا القانون. تكلمت معه حرفيا. نعم. قلت له: كيف ترى إعادة الأراضي وأنت صاحب حق؟ وأنت صاحب حق. قال: والله بالحرف الواحد، قال: تم التشاور مع القانطين في قرانا في أراضينا معهم، وقالوا قلت لهم بالحرف الواحد إن الموضوع واقع حال. إذا تم تعويضكم، انظر إلى الفلسفة، نحن نتكلم نعم. عن فلسفة. قال: إذا تم تعويضكم فنحن نستلم التعويض وأنتم باقون، حفاظا على السلم وحفاظا عن المشاكل. كما تعلم المفهوم العربي الأرض والعرض هي يعني مفهوم متلاصق مع بعضه. بالتالي من الصعب أنه بعد من 78 ومن 80 وغيرها الشخص استلم أرض من الدولة. لا ننكر أن هناك حقوق لبعض أصحابها الشرعيين، لا ننكر، نحن مع إعادة الأراضي لأصحابها الشرعيين. لكن هل بعد 50 عام يتم إعادة الأراضي لأصحاب الشرعيين والقانطين الذين استلموها ليست بالغارة، إنما بموجب عقود زراعية تم تسليمها الدولة، والدولة هي المالكة. الطرف الآخر دكتور معراج يقول لك: أنا هم انتظرت 50 سنة، أنا هم كنت 50 سنة قاعد انتظر أن يرجع حقي. أنا الحل كان موجود. نعم. أنا أخي الحل، نحن رجال، الحل كان موجود. نجي ونعوض ما فاتك من كسب وما لحقك من خسارة. من 50 سنة الدولة عندها فلوس. ما اعتقد الدولة تريد تجازف على حساب السلم المجتمعي وفي سبيل انه بس لا، كان المفروض انه تجي وتحسب حسابات فنيه. ما فاتك من كسب وما لحقك من خساره يتم تعويضه. من 50 سنه تدفع. ما مذكور كلمه التعويض هي اصلا بالقانون. دكتور معراج، فبالتالي راح يتم تعويضه. لكن تعرف مثل ما انت ذكرت جنابك على انه الارض ملاصقه للمزارع، هي ملاصقه ايضا للمزارع بالطرف الاخر. وكل هاي السنين هو يباوع ارضه تزرع قدام عينه وتؤخذ، وهو منتظر هيك قوانين. انا اعتقد يعني هو وارد هذا الامر، يعني انه لكن عمليه التكيف مع الموضوع اصبح واقع حال.
صدقني لو نجي هسه حاليا على ارض الواقع على القانون شرع، والمحكمه الاتحاديه ردت، والقانون اصبح واقع حال، وقد تم نشره بالجريده الرسميه او لم يتم، سوف يسري. لكن مغبات القانون، مشاكل القانون، الآثار الذي سوف يولدها القانون، هذا الذي نخشاه سيد العزيز. نعم، خلينا نشوف ست حسيبة شو تقول. ست حسيبة، تداعيات هذا القانون على أرض الواقع. اليوم احنا تكيفنا، صار لنا 50 سنة جد وابن وحفيد. نعم. وتعلمنا على هاي الأراضي. نعم. نعم. وقبل 50 سنة كنا نفرين، احنا اليوم عشيرة صرنا. نعم. وما نعرف نسكن بغير مكان. نعم. فبالتالي انت راح تريدين تطلعيني اني وعشيرتي وعائلتي، وين نروح؟ نعم. خلي نوصل اني الفت صيغه معينه. زين، هل من الممكن انت تجين هيك تطلعيني وتسحبيها وممكن الى تداعيات يهدد السلم المجتمعي؟ تفضلي استاذ عمار، قبل ما اجي اني اطلعك مثل ما انت تفضلت، يعني نعم شبهتها بهاي الطريقه، احنا ما ننسى انه هذا الموضوع مو موضوع مزارعين 10 20. نعم. يعني هاي آلاف الدوانم في مدينة كركوك مسلوبة، يعني ماخذيها سلب، ماخذيها غصب، ماخذيها بحجج معينة. أنا أشكر زميلي دكتور معراج يقول إحنا قلبنا على كركوك. إحنا منا قلبنا على كركوك، ونريد كركوك تبقى دائما مدينة سلام، تبقى مدينة شامخة مرفوعة الرأس وناسها ما يتضررون. إحنا دائما ويا هذا، خصوصا إحنا في برد المكونات، يعني هدفنا الأساسي هو التعايش. لكن المستفيد من هذا القانون آلاف من المزارعين الكرد والتركمان، وقليل من العرب السنة الأصليين الموجودين في مدينة كركوك، وهناك أيضا من المسيحيين وقع هذا الظلم عليهم وأخذ أراضيهم ورحلوهم. يعني بتطبيق هذا المادة أو بتطبيق هذا القانون، طبعا القانون تم التصويت عليه في مجلس النواب، وبعدها ذهب إلى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية صادقة على هذا السلة من القوانين، مو قانون واحد، كل القوانين، وبعدها تذهب إلى الوزارات المعنية لكي يكتبوا ما يخرج منه. نعم. للتطبيق. ونحن نرى هذه القوانين، يعني مثل ما ذكرت قبل، العراق بلد له دستور، الكل مشاركين في هذا الدستور، وكل العراقيين أو ما يقارب 80% من العراقيين صوتوا لصالح هذا الدستور ولقبول هذا الدستور. حسب الدستور هذا قرار، والقرار يجب أن ينفذ إذا شئنا أم أبينا، إذا اليوم أو باكر أو بعد سنين. ست حسيبة، آلية التطبيق، آلية التطبيق اليوم. نعم. مثلا أنا صعب، وأنا صار سنين قاعد هنا. نعم. 50 سنة. ما ممكن نلقى فد صيغة تفاهم انت هاي اصحاب الارض الشرعيين مع هذا، ما اجي اطبق القانون ويلا اطلع. ممكن آلية التطبيق حتى لا تهدد السلم المجتمعي مثل ما ذكر الدكتور. نعم استاذ، آلية التطبيق طبعا الحكومة ويا القانون ويا القرار. نعم. مجلس الوزراء ويا القوانين، مجلس النواب ويا، يعني كلهم عندهم علم وعندهم المام. نعم. بالموضوع كامل. يعني الموضوع مو موضوع بين قبيلة وقبيلة، بين عشيرة وعشيرة، بين طائفة وطائفة، بين مكون ومكون. يعني الحكومة لازم تراعيه، وهو كذلك. يعني الحكومة لازم تراعي هذا الموضوع، ويعني يرجع الحق إلى أصحاب الشرعيين. إحنا ما نقبل المقابل يتضرر، إحنا ما نقبل المقابل يتضرر. لكن هذا يعني حقي، حق أبويا، حق أجدادي. يجوز هم ماتوا يعني بحسرة بقلبهم بقى. نعم. ما قدروا يسترجعون، ما قدروا ياخذون حقهم، ما قدروا يستفيدون من أراضيهم اللي بقت من آبائهم ومن أجدادهم. يعني هذا حق شرعي، من نقول حق هذا حق بعد ما يقبل أي نقاش. لكن الطرف المقابل المستفيد من هذه، يعني مدة 40 سنة 50 سنة مستفيد من هاي القيعان، أصلا مو ملكه. يعني احنا نعرف آلية التوزيع شلون صارت. نعم. أول مرة حولوها باسم وزارات، وبعدين من الوزارة يعني عن طريق عقود زراعية انطوا إلى فلالح من المكون العربي، وخصوصا من الوافدين. نعم. يعني هاي النقاط لازم الحكومة تراعيها وحكومة تحلها، وبيعطاهم تعويضات. يعني لازم يرضيهم، والإرضاء يكون عن طريق التعويضات المالية والمعنوية، يعني ليس فقط المالية، أيضا هناك تعويضات معنوية هم نعم. بحاجة إليها. جنابش من باب المسؤولية أو من نعم. مكان المسؤولية، استنتجتي
عرفتي آراء المزارعين الكرد أو أصحاب الأراضي، أكيد قريبين على جنابك وجوز أنت أيضا واحدة من عندهم. نعم. هل من الممكن أن تبقون على نفس الأشخاص ويصير بيناتكم صيغة حل، أم لا هذه الأراضي سوف تسترجع وخلص؟ أستاذ العزيز، بعد 2003 نعم. بعد تحرير العراق نسميها أو سقوط النظام البائد نسميها، يعني احنا نرى دائما المشاكل تتكرر، خاصة مشاكل الأراضي الزراعية. نعم. يعني هاي صارت عقدة كبيرة بالنسبة لأهالي كركوك، يعني يوم بطوبزاوة، يوم بسرقران وبدبس، يوم بداقوق، يعني بكل هاي المناطق يعني هاي المشاكل تبقى. وإذا بقت هاي المشاكل لا من مصلحة المكون الكردي ولا من مصلحة المكون العربي، يعني هذا المشاكل يحتاج إلى حل جذري وواقعي. يعني هاي المشاكل لازم تخلص، وإحنا نرى عن طريق هذا القانون يتم حلحلة هذه المشاكل، ليس بصورة كاملة وإنما جزء كبير من هذه المشاكل ستحال وتنتهي. نحن نؤكد لإخواننا هذا القانون أو حتى القوانين الأخرى لا يؤثر على تهديد الأمن المجتمعي. نحن مع السلم المجتمعي ونحن مع الأمن المجتمعي، ونحن نراعي هذه النقطة كما ذكرنا سابقا. نعم. دكتور معراج، بالتالي القانون راح يتطبق على أرض الواقع والحق يرجع لأصحابه، وعقدة الأراضي الزراعية في محافظة كركوك عقدة أزلية أثرت حتى على المشاريع في محافظة كركوك. اليوم أي محافظ أي مسؤول يجي بكركوك يريد ينفذ مشروع، يريد يسوي أي شيء، ينصدم قانون الأراضي الزراعية، حتى بتوزيع الأراضي الزراعية سواء للموظفين سواء لعقود، ينصدم بهاي العلة اللي موجودة في محافظة كركوك اسمها الأراضي الزراعية. بالتالي حتى نتخلص من هاي ونقلب هاي الصفحة، قانون بمجلس النواب بممثلين عن العرب. نعم. يعني اليوم من صوت مجلس النواب كان اكو ممثلين عرب صوتوا على القانون، او حتى اذا ما صوتوا عن القانون فمشى بالاغلبيه. فبالتالي ليش الربطه احنا بموضوع السلم المجتمعي؟ بالتالي ممكن يعني يكون هناك صفحه جديده، توافق. انا اليوم ارضي انت يمها كنت تزرع بيها، ممكن اخليك تزرع، لكن نتفق على صيغه جديده، مو شرط اني اخذها من عندك. وبنفس الوقت انت حتى لو اخذتها منك، انت صار لك سنين كنت تزرع بيها، والحق رجع لاصحابه وفق الدستور اللي انت مصوت عليه وانا مصوت عليه. يعني موضوع القانون انه صوت عليه، طبعا هو مثل ما تفضلت انه قوانين السله الواحده، وللاسف يعني ان يكون هناك قوانين في مجلس النواب تصوت لمصلحة أفراد وليس لمصلحة مواطنين. هناك فرق بين الفرد والمواطن. أفراد، ذكرت كلمة أفراد، يعني أفراد مثل منو؟ يعني أفراد مكون العربي ومكون الكردي وكذلك المكون الشيعي. هل هناك شخصنة بالقانون؟ قطعا يعني كل أخي العزيز القوانين التي صدرت، قوانين السلة الواحدة أصبحت ومعروفة لدى الجميع أنه مرر لي قانوني وأمرر لك قانونك، صوت على قانوني وأصوت لك على القانون. من المستفيد من قانون؟ خلينا نكون بوضوح أكثر. الأخوة الكرد غير مستفادين من قانون 12 ولا السنة مستفادين من عنده، كون أنه هو قانون اختياري ويتم تنفيذه في جنوب العراق وكذلك بغداد والمناطق المتمسكين في الفقه الجعفري. بالنسبة لموضوع المكون السني أو القانون العفو العام، مستفاد من هذا القانون وهناك فائدة للآخرين، على اعتبار أنه يوجد من الأخوة الكرد، يوجد من الأخوة في الجنوب محكومين واستفادوا بخير المكون السني. قانون الأراضي الزراعية من المستفيد؟ مستفيد منه الأخوة المكون الكردي وبعض من المكون التركماني، صح لو مو صح؟ واضح أنه التنفيذ أو أنه التشريع أصبح مكوناتي، وهذه نقطة سوداء في تاريخ مجلس النواب، أن يتم تصويت لمكونات دون النظر واعتبارات للمواطنين. أنا اليوم مواطن عراقي، الهوية الجامعة، الهوية الوطنية، الفضاء الوطني الجامع. أنت كردي أنا عربي، هذا حقك الشخصي، هذا حقك أنت تمارس طقوسك الدينية القومية وإلى آخره. لكن في المسائل التشريعية يجب أن تنظر إلي كمواطن عربي، كمواطن هوية جامعة، مواطن، مفهوم المواطنة غالبية. لكن بهذا التشريع رجعنا من 2003 نريد نغادر هذا المفهوم، لكن مع الأسف في 2025 رجعنا للنقطة الأولى،
وقد يجرنا هذا أمانة، وقد يجرنا هذا ل 2007 ومشاكل 2007 والاقتصاد الطائفي، إن شاء الله ما يصير، لكن قد يجرنا إذا بقينا بهذه الفلسفة وبهذا التفكير. هذا من جانب. من جانب آخر النواب صوتوا لأنه هم نواب كركوك، وإن كانوا غير راضين على القانون، لكن الأغلبية الجامعة هي صوتت باعتبار أنه هناك اتفاق بين رؤساء الكتل، مشي هذا القانون، يمشي هذا القانون ويمشي هذا القانون. هذا الأمر اللي واقع الحال اللي صار. نعم معترضين ويكون هناك. سيدي العزيز، هناك مشاكل سياسية مرتبطة بهذا القانون، قانون الأراضي الزراعية، يعني يتضرر منه المكون العربي. راح تقول لي ليش؟ نعم. راح أقول لك في القانون يتم تعويض أصحاب الأراضي القانطين فيها، تمام؟ اللي قاعد قبل فترة القرار يتعوض في بديله، واللي مو اللي كان ما ساكن في كركوك يرجع يروح وين؟ يروح إلى مناطق سكناهم، تمام لو مو تمام؟ نعم. واقع الحال نحن نتكلم عن أرقام انتخابية اليوم. هذول لما يروحون على سبيل المثال شمر ما شمر، هم موجودين في الدبس، قد يكون انحدارهم إلى الموصل ويتم تعويضهم. فيما لو تم تعويضهم في مناطق بالموصل، هل تعتقد أنه في فترة الانتخاب يأتي من أقصى الموصل لأجل التصويت هنا في كركوك؟ لا يأتي، لأنه يقول أنت العربي ما دافعت علي داخل المدينة، فبالتالي يعني على شنو أجي أمثلك أو أصوتك؟ أخي العزيز، أكو خسارة اجتماعية وأكو خسارة سياسية وأكو مشاكل لربما تترتب ما بين المكونات. هاي كل اللي ذكرته ما أخذوا بالحسبان، ما أخذوا بالحسبان القيادات العربية داخل مجلس النواب، ما هم صوتوا عليه، ما أخذوا بالحسبان مثل هذا التبعات. القيادات العرب، ممثلين العرب وين يكون عليهم نقطة، لكن ممثلين العرب في مجلس النواب في كركوك هم 4-5، مو أمام 326 نائب، اللي هم الإرادة. نحن نتكلم عن إرادة لتشريع قوانين، هي قوانين سنة واحد، إرادة المكون العرب والكرد والأخوة الشيعة، صارت إرادة للذهاب والتصويت على هذه القوانين. فبالتالي ممثل العرب في محافظة كركوك يعني ماذا يفعل في مجلس النواب والإرادة متجهة لهذه القوانين؟ نعم، خلينا إذا عندك تعقيب حتى نفتح وياك موضوع الإدارة الجديدة. نعم، أنا أشوف تخوف الدكتور معراج يعني تخوف زايد، يعني مو بمحله. والله إن شاء الله مو بمحله. أنا أتمنى ست حسيبة، أتمنى أن يتم، لأنه تدري نحن رجال قانون. نعم. إذا ما شرع القانون فلا يمكن إيقافه إلا من قبل المحكمة، وبما أنه المحكمة الاتحادية ردت الطعون فبالتالي واقع حال. وإذا تسمح لي بتوقيت للعلم أنه قرار مجلس الوزراء رقم 29 موضوع المادة 140 في 2012 اللي صدر عليه. نعم. ترى بالمناسبة هذا القرار في 2012 تم إلغاء قرارات لجنة تنظيم الشمال على أرض القلم، لكن على أرض الواقع ما صار. المفروض أنت من 2012 لما تم نعم. إلغاء القانون، المفروض كان الممكن أن يستدركوها الأخوة في الكرد، يطالبون بها أن نستدرك هذه المشاكل في بداية 2003 2005 نعم. 2006. دائما ما كان يطالب الكرد بإلغاء قوانين لجنة شؤون الشمال، وأيضا مجلس قيادة الثورة المنحل 2012 اللغت، لكن على أرض الواقع لم تلغى، بقوا المزارعين العرب يفلحون وإلى آخره. ليش؟ أكو نتائج وخيمة، أكو حسابات يعني فنية لربما تؤثر على النسيج المجتمعي داخل هذه المدينة، فبالتالي مو من السهولة. نعم اليوم صار القانون، أتمنى أن يتم حلحلة هذا الموضوع بتراضي جميع الأطراف لعدم الوصول إلى مشاكل أو احتقان ما بين مكونات كركوك التي لطالما تعايشت. نعم. منذ زمن بعيد فيما بينهم. تفائل بخير إن شاء الله. خلينا نشوف التعقيب مال خلينا نكون متفائلين. نعم. أستاذ العزيز، بالنسبة لقرارات أو لقوانين الدستور العراقي، يعني واحدة من هاي القوانين قانون مادة 140. نعم. يعني هذا القانون كان من المفروض يعني يطبق في حينه في وقت. نعم. لحد الآن لم يطبق مراحل قانون مادة 140. نعم. فقط مرحلة واحدة، وبقية المراحل باقية لحد الآن، ولكنها قانون دستوري ولساري المفعول. من رئيس لجنة المادة 140؟ نعم. السيد هادي العامري، ليس من الكرد. صح. وأعضاء اللجنة ليسوا فقط من الكرد، من الإخوة العرب ومن الإخوة التركمان ومن الإخوة
كرد. نعم. يعني لماذا هم ليس لديهم هذا التخوف الزائد من مصير كركوك ومن مستقبل كركوك؟ يعني حتى إذا طبقت المادة 140 نحن لا نرى أي تخوف أو أي خطورة على مكون على حساب مكون آخر، لأن مراحل القانون يعني مثل ما تفضل الدكتور يقول مو سهل، أنت 50 سنة ساكن هنا أو 40 سنة أو 30 سنة. وبالنسبة احنا همنا ايضا يعني الاخوه الكرد يعني رحلوهم غصب، يعني هو بالليل ينام كل اشكال ما عنده، كل مشكله ما عنده، الصبح ما يفتح عينه الا يندق بابه، السياره واقفه قدام الباب يرحلوه، يعني من ارض ابائه واجداده يرحلوه. يعني هذا همنا صار له اطفال اللي هناك انولدوا هسه صاروا اباء وامهات. يعني هاي همنا مو سهله بالنسبه لنا طبعا. لكن الحق تشوف يعني انت دائما الانسان يكون ويا الحق. نعم. وبعدين أكيد. يعني عودة الحق إلى أصحاب، ماكو واحد ما يفرح بها أو ماكو واحد يمتنع أنه الإنسان ليش يأخذ حقه. هذا حق يعني الله شرعه أنه نأخذ حقنا، وبعدين عن طريق هذا القانون يعني الأخوة الكرد يسترجعون أراضيهم، يأخذون أراضيهم اللي ما مستفادين من عنده عشرات السنين. وبعدين مثل ما قلنا يعني مو عدد قليل أو نسبة قليلة، آلاف الدونمات من الأراضي غصب ماخذيها من الكرد. وأنا أعيد وأكرر حتى تطبيق مادة 140 يعني كل فترة ويصير عراقيل قدام تطبيق هذه المادة. نعم. ولكن بالنتيجة حتى حكومة السيد محمد شياع السوداني ويا تطبيق المادة 140. نعم. ويا تطبيق هذه القرارات. حتى المحكمة الاتحادية قالت أنه المواد الدستورية ما تموت وهي سارية المفعول حتى وأن تأجلت. نعم. سوف أعود لك دكتور معراج، لكن خليني بعد عندي دقائق قليلة خليني أفتح موضوع الإدارة الجديدة في محافظة كركوك. سيدة حسيبة. نعم. الإدارة الجديدة تكونت برئاسة السيد ريبوار طه المحافظ في محافظة كركوك، وتعرفين لحد الآن أكو مقاطعين لجلسات عمل المجلس، وأكو مآخذ، وأكو لحد الآن تشكيك بعمل الإدارة في محافظة كركوك كاتحاد وطني كردستاني اليوم. لماذا الاتحاد الوطني الكردستاني ما بقى يحاول أن يجيب المقاطعين يشوف شنو مشاكلهم، باعتبار أنه الاتحاد الوطني الكردستاني هم أكثر كتلة في مجلس محافظة كركوك، باعتباره هو الأخ الأكبر. نعم. فالأخ الأكبر من واجب عليه أن يحتوي الجميع. نعم أكيد. الاتحاد الوطني الكردستاني يلعب دورا كبيرا في نعم. إرضاء كل الكتل والمكونات وحضورهم إلى أو إشراكهم في العملية السياسية في الحكومة الجديدة وفي الحكومة المحلية لإدارة نعم. مدينة كركوك. والمناصب في مدينة كركوك يعني نرى مضمونة، يعني حصص الأخوة العرب ماخذين حصصهم. هناك رئيس مجلس للأخوة العرب، وأيضا لديهم نائب محافظ من الأخوة العرب، وهكذا بالنسبة للتركمان وبالنسبة للمسيحيين. يعني مناصبهم أو حصصهم في إدارة الحكومة المحلية مضمونة وثابتة، يعني ماكو أي إشكال عليها. فقط المقاطعين عن الحكومة هم أستطيع أن أقول هم الخسرانين لحد الآن. لماذا؟ لأنهم يمثلون أبناء مكونهم، يمثلون أبنائهم الذين أعطوا أو أدلوا بأصواتهم كي يذهبوا إلى مجلس محافظة كركوك ويدافعون عنهم وعن مقترحاتهم وعن مشاريعهم وعن كل ما موجود هناك في العملية السياسية. لكنهم امتنعوا الحضور إلى جلسات المجلس، ولكنهم الأخوة التركمان والأخوة من الحزب الديمقراطي موجودين كل يوم، موجودين في مجلس محافظة كركوك. وهذا المتضرر فقط هم وجمهورهم. نعم، لأن الجمهور من ينطيك صوت يريد منك شغل، ما يقول لك روح اقعد بالبيت وأني أصوت لك. يعني فنرجو الاتحاد الوطني الكردستاني دائما يفتح الأبواب على مصراعيه ويطالب منهم أن يشاركوا في العملية السياسية، يشاركوا في إدارة مدينة كركوك لأهلها لناسها، يعني للكرد والتركمان والعرب وحتى المسيحيين، والكل مناصبهم مضمونة وحصصهم مضمونة. مع الأسف بالفترة الأخيرة أو بالفترات المتفاوتة نرى يقدمون شكاوى في نعم. المحاكم. نعم. ولكن حكومة كركوك حكومة شرعية
وتم تشكيلها بحضور السيد رئيس مجلس وزراء العراقي. يعني هو أكثر تخوفا من الكل لأن تكون مدينة كركوك مدينة آمنة ومدينة هادئة ومدينة تعمها السلام. نعم، خلينا نشوف الرأي الآخر وبعدين أرجع للسيدة حسيبة. إذا عندك تعقيب حول المحور اللي قبله دكتور معراج. لكن اليوم المحكمة الاتحادية ردت الدعوة، قالت حكومة كركوك المحلية حكومة شرعية، بالتالي أيضا اتجهوا المقاطعين إلى محكمة التمييز. لكن الآن على أرض الواقع خلص السيد ريبوار طه محافظ كركوك، وخليني أني أتعامل مع الواقع. وإذا عندي ملاحظات، السيد ريبوار طه موجود، وأنا عندي مجلس محافظة. سابقا بزمن السيد راكان الجبوري كان ماكو مجلس محافظة. اليوم أنا عندي مجلس محافظة. إذا السيد ريبوار طه عندي ما أخذ عليه، شغله مو تمام، عندي مجلس محافظة، باب الحوار مفتوح وأتناقش وياه. المقاطعة ليش؟ أنا بس قبل ما حتى ندخل بهذا الموضوع أريد أعقب على ست ضيفتك الكريمة. تكلمت على موضوع جدا مهم، هو اللي هو المادة 140 من الدستور العراقي اللي شرع بعام 2005، ولحد الآن اليوم احنا في 2025 ولم يتم تطبيقها. لماذا؟ يعني ليش ما تم لماذا لم يتم العمل بالمادة 140؟ نعم، لوجود مشاكل فنية وخلافات في لجنة موضوع المادة 140 وموضوع انه وفيه جنبه مالية ايضا، جنبه مالية وسياسية وكذلك اجتماعية. الى هذا اليوم لم يتم تشريعها، وهذا يعني وين يكون هناك لربما المفروض انه الدستور يفعل قبل القوانين، على اعتبار انه هرم السلطة هو النص الدستوري ومن ثم القانون. إذا كان النص الدستوري لم يتم تفعيله لحد الآن، فكيف يمكن أن يسري قانون ب 2025؟ ما أعتقد أنه على أرض الواقع، أنا أعتقد أنه سوف يتم أنه ممكن أنه يسري، لكن على سرية السلحفاة. هذا من جانب. من جانب آخر أنه الأخوة يعني للأمانة المقاطعين، حجة المقاطعين بس للتنويه أنه هم طعنوا في المحكمة الإدارية العليا وتم رد الطلب من قبلهم، ومن ثم تم تمييز القرار أمام المحكمة الإدارية العليا وينتظرون نتيجة التمييز. أنا يعني أتمنى يعني مثل ما تفضلت الست حسيبة أنه إلى متى؟ يعني اليوم احنا عبرنا السنة والمجلس محافظة كركوك شبه معطل، شكلي زيارة واستقبال. هل هناك جلسات حقيقية؟ لا يوجد هناك جلسات حقيقية. لا نقول السبب هم المقاطعون السبب مباشر. أنا أتمنى على الأخوة المشكلون على ما تفضلت بأن الأخ الكبير يحتوي الصغير، يذهبون ويكون هناك ندوات والجلوس إلى طاولة حوار من أجل احتواء الآخرين واللجوء نحو الوقت دا يمشوا. عندي هواية أسئلة دكتور معراج، شلون شفت توزيع المناصب؟ هل المكون العربي في حكومة السيد ريبوار المناصب اللي أخذها استحقاقه، أم هو طلباته كانت أكثر هو والمكون التركماني؟ وفقا للاتفاق السياسي المفروض المكون العربي ما أخذ استحقاقه، لكن على أرض الواقع المجلس ما قاعد حتى ناخذ استحقاقاتنا لحد الآن على أرض الواقع. بعض الدوائر هي استحقاق العرب لكن ما أخذناها. على سبيل المثال موضوع الاستثمار، موضوع الأوقاف، ما أخذناها. ليش؟ لأنه المجلس معطل، لأنه مجلس المحافظة هو الذي يصوت على مدراء الدوائر، فبالتالي الموضوع مرتبط. نعم. مسؤولية العرب تعطي المجلس ما ملتحقين، أو مسؤولية المقاطعين، مسؤولية البارتي، مسؤولية الجبهة، مسؤولية مشتركة. يعني نعم. مثل ما احنا 3 عرب كرات تركمان مشاركين، 3 عرب كرات تركمان مقاطعين، احنا المسؤولية مشتركة. لكن نطالب من هذا المنبر، نطالب الأخوة في الاتحاد الوطني، الأخوة في تقدم، الأخوة في الجبهة التركمانية، احتواء البعض للبعض من أجل حل، من أجل مصلحة المواطن. اليوم الدرجات 7000 درجة وظيفية، كل المحافظات بدوا لربما أنه علنت الأسماء، وإحنا لحد الآن ما نشر. يوم واحد صدر وتم إيقافه لأسباب يكونون فنية، لكن هي أسباب سياسية. هل هناك تخوف دكتور معراج، تخوف من حكومة السيد ريبوار في بعض القوانين بإقصاء مثلا المكون العربي أو المكون التركماني، أم اليوم أكو مجلس وما راح يكون هيك تخوف يعني كمكون عربي؟ شخصيا ما أعتقد هناك تخوف بهذا
بهذه القوة، لاعتبارات أن مجلس المحافظة اليوم هو مراقب بالمحافظ، وعندنا شواهد يعني أنه ممكن يقيله. في بغداد صارت حملة لإقالة الموصل وغيرها، فبالتالي إذا ما كان هناك إجراءات غير سليمة أو نقض للاتفاق السياسي فممكن أن يقال. نعم، خلينا إذن هي فعل ورد فعل. نعم سيدة حسيبة، كاتحاد وطني كردستاني دعوة منكم إلى الجبهة التركمانية، إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني. اليوم الاتحاد الوطني الكردستاني على سدة الحكم في محافظة كركوك، شنو الرسالة اللي يبعثها سواء للخصم قبل الصديق؟ نعم أستاذ عمار، احنا المشاكل الموجودة في كركوك ليست مشاكل هالسنة والعام الفائت. نعم. مشاكل متراكمة منذ 15 سنة، يعني كل محافظات الموجودة في العراق كان لديهم انتخابات وتجديد محافظ ومجلس محافظة إلى مدينة كركوك، دائما استثناء مدينة كركوك. يعني هاي ضربة قاضية وقعت على مدينة كركوك، وكل المشاكل نعم. بقت متراكمة لأن ليس هناك مجلس محافظة، وخصوصا في الفترة الأخيرة أي في الحكومة السابقة قبل حكومة أستاذ ريبوار في زمن الأستاذ راكان. نعم. كان هناك تهميش وإقصاء بحق المكون الكردي والتركماني وبعض من المكون العربي، يعني المستفيدين فقط كانوا قلة قليلة من العرب، يعني من حيث التعيينات، من حيث القبول في جامعات، في كلية الشرطة أو في الكلية العسكرية، يعني حتى من حيث الخدمات، يعني ليست كان يراعي أهل كركوك بنفس نعم. المنظار. هاي ضمن أهداف السيد ريبوار طه. نعم، نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني وسياسة الاتحاد الوطني الكردستاني سياسة واضحة وصريحة، ليس مع التهميش وليس مع إقصاء أحد، بل منصب محافظ كركوك يجب عن طريق المنصب محافظ كركوك يخدم كل الكركوكيين بدون استثناء، بدون الفكر والتوجه والقومية والأيديولوجية والمذهب والطائفة. المهم كركوكي ابن كركوك وساكن ضمن هاي الرقعة الجغرافية اللي نسميها مدينة كركوك. أستاذ ريبوار مشاريع جيدة لخدمة أهالي كركوك، وعلينا ندعمه ونسانده. ومن هنا أنا أؤكد هناك حوارات وهناك اجتماعات نعم. مع الإخوة في العرب المقاطعين، وأيضا مع الإخوة في الجبهة التركمانية، ومع الإخوة في الديمقراطي الكردستاني، كي يشاركوا في الحكومة المحلية في مدينة كركوك. يعني كل ما يشاركون الحكومة تكون حكومة أقوى وتكون حكومة نعم خدمة للجمهور، خدمة للجمهور، وتكون حكومة قوية، والكل يستطيع أن يخدم مكونه ضمن هذه الحكومة. نعم، وهذا ما نتمنى. سيدة حسيبة عبد الله، مسؤولة بورد المكونات الاتحاد الوطني الكردستاني، أشكرك جزيل الشكر وشكرا لتلبية الدعوة. أيضا الشكر موصول للدكتور معراج الحديدي القيادي في المكون العربي، أشكرك جزيل الشكر. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم، وحق الرد مكفول لكل القوميات والمكونات في برنامج بصراحة وقناة كركوك الفضائية، المكون المسيحي والمكون التركماني وحتى الحزب الديمقراطي الكردستاني. منبرنا منبر حر، وقناة كركوك هي للجميع، حتى لجميع الأحزاب أن يردوا وأن يطالبوا بحقوقهم ومآخذهم على الإدارة الجديدة أو حتى على الجميع. ودائما احنا ما نفاتح ونفتح خطوط مع الحزب الديمقراطي ومع الجبهة التركمانية، ولكن للأسف يعتذرون في كثير من الأحيان، ونتمنى أن دائما نتواصل وياهم مثل ما دائما نتواصل مع العرب ومع بقية الأحزاب. ألتقيكم في الحلقة القادمة ومحاور جديدة. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.